كاينه مهاره وحده الا تعلمتيها دابا غتكون قدام 90% من الناس بعمرك. المشكله ديال بزاف ديال الناس انهم ما كيقراوهاش حتى يفوت عليهم بزاف ديال الوقت. وهاد المهاره وهي الانضباط، ما يسمى باللغه الانجليزيه بالديسيبلين. ماشي الحماس، ماشي الموهبه، بل الانضباط. حيت الحماس كيمشي ولكن الانضباط كيبقى. في هذا الفيديو انا نعطيك 4 ديال الافكار من ناحيه تعرف شنو هو الديسيبلين وتغمق فيه بزاف، وان شاء الله راه من بعد هذا الفيديو غتعرف شنو هو الانضباط وغتبدا تعلم. الفكره الرابعه هي اهم فكره، حطيت فيها 3 ديال الاسرار اللي غتعلم فيهم ضياء مهاره الانضباط. بزاف ديال الشباب اليوم ما كيشدوش واحد البلاصه، كيغيروا من مكان لمكان، بحال يلاه كيبداو بشي مشروع كتلقاه يلاه ضرب شي شهر ما دات ليه والو كيبدل لجهه اخرى، ولا السبور ولا القرايه ولا بغى يتعلم شي مهاره ولا اللغه اي حاجه كتلقاه ضرب بشي حاجه شي ايامات ولا شي شهور كيمشي دغيا كيغير الاتجاه. علاش داكشي كيوقع؟ حيت ما عندوش مهارات ديال الانضباط. وحتى انا بالضبط كنت هكا، كنت كنبدا حاجه وكنحبسها بعد مده ما طويلاش، ولكن نهار فهمت بلي النجاح ماشي هو الحماس بل هو الالتزام اليومي. ملي كتلتزم يوميا كيتبدل كل شيء. داكشي علاش كتلقى الناس الكبارين دوما كيلتزموا بواحد النظام، دوما كيديروه يوميا. ملي كيديروا داكشي سوا كيبغيو سما ما كيبغيوش، داكشي كيديروه يوميا بحال عاده. عرفتي شنو هي بحال عاده؟ بحال هذاك كيتسمى الانضباط. وخاصك دير الحاجه حتى الا ما بغيتيهاش ولا كتخاف منها. فالانضباط هو دير الحاجه حتى الا ما عندكش النفس ولا ما كتحملش ديك الحاجه، ماشي غير ملي تكون متحمس، بحال كتقرا الا ما بغيتيش ولا كتخدم الا ما بغيتيش. بحال هكا متنساش بلي فكره صغيره مستمره. نفهمك هاد الجمله، تبعها حتى النهايه. خاصكش دير حاجه كبيره، خاصك ديرها حاجه صغيره، واهم حاجه هي تبع عليها كل نهار. يعني ديك الحاجه صغيره ديرها كل نهار، من بعد راه طول شويه بشويه حتى تولي حاجه كبيره. مثلا انا نفترضوا 10 دقائق قرايه اللي كديرها شهر ولا شهرين، راه كتلقى راسك من بعد ديك شهرين راك كتحفظ جميع الدروس ديالك. التعلم بحال نفترضوا درتي 10 دقائق ديال التعلم كتقرا كتوبه ولا كتقرا مهاره، راه من بعد تلقى راسك طورتي في داك المجال اللي انت تتبعه كتقرا فيه ولا كتعلم فيه. ولكن اهم حاجه هي بلا توقف. ملي كتوقف راه كتموت النيشان. ملي كتوقف الحاجه راه كتموت النيشان. خاصك تنضبط. عدو الانسان هو الاعذار، خاصك تحبس الاعذار ديالك. ومن بعد قريتيها 3 شهور ولا 5 شهور من بعدها ما درتي حتى وزه، فهمتي؟ ما درتي والو، سلمش داكشي راه عذر، فهمتي؟ خاصك تلقى الحلول، حيت الناس الناجحين كيلقاو الحل ماشي الاعذار. انت كتمشي كتبقى صافي هادشي ما دار ليا والو، هادشي ضيعت فيه الوقت. خاصك تلقى حل، تزيد طور تعلم شي حاجه اخرى، فهمتي؟ ما تحبسش. حتى العذر هو اكبر عدو لينا. كتقول لصاحبك يلاه نتعلموا شي حاجه ولا نديروا شي مشروع، كيقول لك ما عنديش الوقت، ولا كيقول لك انا عييت داكشي ما منه والو. سير اخويا انت بوحدك، اش كتسنى؟ ما تسناش الاخر، ما ديهاش على الاعذار ديال الانسان الاخر، وديما الاعذار ديالك حتى هما حاربهم. دير العذر هو العدو ديالك الاول. واهم حاجه هي تبدل طريقه التفكير ديالك، ما تبقاش تفكر بالنتيجه، ركز على خطوه صغيره كل يوم. نظم روتين يومي تبقى ديرو كل نهار. استخدم تقنيات بسيطه، نعطيك دابا 3 تقنيات غينفعوك وغينفعوك بزاف. اول حاجه هو جدول صغير ديرو في شي ورقه وتكتبو وتحطو قدامك يوميا تشوف فيه باش تعرف شنو غدير في داك النهار. وتحط تنبيه في التليفون، حيت التليفون راه دوما كتهزو معاك. ودير مكافأة صغيرة لراسك، وهذا هو السر ديال الانضباط. يبقى معاك سنة كاملة وما تملش، يبقى معاك اكثر سنوات، السنه الاولى السنه الثانيه والثالثه، حتى تحقق داكشي اللي بغيتي ان شاء الله. دابا غندير لك الخلاصه ديال هادشي كامل، داكشي صغير. اول حاجه الا بغيتي تبدل حياتك ركز على الانضباط. من ناحيتي انا، من الراي ديالي، كنقول هذه هي اول مهاره خاصك تعلمها، هي الانضباط. دير الحاجه كل نهار حتى الا ما بغيتيهاش
وصدقني بعد شهر راه غتشوف الفرق، ومن بعد عام ان شاء الله راه غتشوف العجب. وتهلاو كيف ديما، ديروا لايك وسبسكرايب وتهلاو.